شلونكم؟ أنا مهدي من نجف. حبيت أوضح لكم قصتي والحب من طرف واحد. أني أشتغل ويا عمي بمولده، فقبل ما يدق مدرسة مال بنات. هاي المدرسة أكو بنية جذبتني كلش وحبيتها كلش هواي، بحيث قامت من تروح تطلع ليلها أنا أتابعها أمشي براها، ما شفت عليها شي. الحمد لله والشكر. ابنية حبابة مؤدبة تمشي مدنقة راسها. فصادف في يوم خميس يعني طلعت هي ليلها، فأنا جيت ببرها جاي أمشي، فأكو ولد حارش بيها. أنا تعاركت الولد، صار حكي انتش عليك ما أعرف شلون، قلت له شو أنش عليه. المهم صارت وتعاركنا بصدته وهاي. هي شافت الوضع، يعني شافت يعني هذا الشي اللي شغله في الشي. راحت الأيام وراحت السنين وأنا أبقى برا البنية أتابع وأمشي. هي شكت شلون اللي شكت بي أتابعها، وما صارحتها في يوم وقلت لها أنا أحبك، خفت على سمعتها وناس. ويوميا أنا لحد ما أطب البيتهم يلا أرجع الشغل والله. راحت الأيام قلت لكم، راحت هاي السنين اللي أنا دم ومتعذب من براها، وحاولت هواي يعني أعرف عنها وأخذ طريقة وبرنامج يعني أتواصل بي وياها، فما قدرت، ما حصلت هذا الشي. ظليت كاتم عليها وقلبي تعرفون اللي يحب من طرف واحد شي يصير بي. صادفت قبل تقريبا 8 شهور 9 شهور هيج، لا والله هم أكثر، شهر 11 شهر 10 تقريبا نزلت برنامج التيك توك. قمت أنزل بيه منشورات، عندي فيديو صعد هواي مشاهدين، من ضمنهم هي. وديت له متابعة وحق الحسين يعني قلبه قال لي هاي ما أعرف، ما أدري شلون هيجي، وجعني وقام يدق سريع. أنا بعد تعرفون الفضول، قلت لازم أعرف هي لو مو هي. طبيت عليه قلت له هلا شلونك؟ قالت لي هلا وات منو؟ قلت له أريد أسألك في السؤال. قالت لي إيه تفضل. قلت له أريد أتعرف عليك وبعدين أسألك. قالت لي يا عادي. قلت لها أول شي أنت شو اسمك ومن وين وهاي السوالف لا تعرفون يعني. قالت لي أنا اسمي إسراء من النجف وعمري كذا. المهم هي من قالت لي أنا إسراء زين. أنا قبل أنا سمعت صديقتها قالت لي إسراء تعاي، يعني صاحت باسمها إسراء تعاي وهاي، فظل ببالي إسراء وهي لحبها ماكو بعد إسراء. إيه قالت لي إيه تفضل هسه تعرفنا. المهم قالت لي أنت من وين؟ قلت لها أنا من النجف. قالت لي من وين؟ من النجف. طلعنا بنفس المنطقة اللي أنا بيها هي وأنا. المهم قلت لها أريد أسألك في السؤال على بنية يمكم وهي جيرانكم هاي منطقتكم. قالت لي إيه. قلت لها إسراء بنت فلان. المهم قلت لها باسم البنية. قالت لي زين أنت شنو غايتك من هالسؤال؟ وش تريد من البنية؟ قلت لها هاي البنية سالفتها طويلة، وهاي البنية أنا أحبها لا سنة ولا سنتين، من زمان أدور عليها. قالت لي زين هسه أنا ودي أنا أصدق. قلت لها زين أنتوا ليش ما تصدقين مثلا أنت شعليش مثلا؟ قالت لا ما في شي، يلا أنا أترخص بعدين نحكي. قلت لها أوكي براحتك هوناك. راحت البنية، رجعت يعني تقريبا 8:30 الحكي. راحت من يمي 8:30 بالتسعة هيجي. راحت من يمي. بعد رجعت تقريبا 12 وربع راسلتني. قالت لي اي نكمل. قالت لي انت وشنو غايتك من البنية وش تريد من البنية؟ زين قلت انت شو عليك في البنية مثلا؟ قالت لي لا انا ما علي، بس اريد اعرف مو البنية يعني جيراننا وهاي،
حتى تصير لك واسطة خير يجوز يعني مثلا. قلت لها لا واسطة خير أهلا وسهلا واسطة شر على طريق خلط ضحكت. المهم ظلينا نتواصل أنا وياها، ما رضت يعني تنطينا أو فشي تعطي معلومات عنها. ف والله شو أسوي فيكم طويلة وتكسر القلب وش أتذكر ولا نتواصل ونحكي ونسولف يومي الشاقة ونضحك وهاي. فجي يوم من الأيام قالت لي أقول لك يا أخوي أنا راح أروح البيت خالتي ومن نرجع نحكي. قلت له أوكي براحتك. فهاي راحتها يعني خلتنا نيس لأنه هي بعد ما ترجع يعني راحتها صار شهر وشوية، شهر ونص تقريبا. أيست يعني قلت يعني انتهت بعد ما ترجع. أنا جزء مو هي جزء لا جزء ما يعني ما أدري. ظليت أفكر رجعت برا هاي المدة اللي غابت قالت لها أنا آسفة واعتذر بس يعني تعرف شوية ظروف عدة صارت وهاي. قلت له أوكي براحتك ما صار شي بس ليش هيك يعني هذا الغياب المفاجئ اللي قلت لي بالليل أرجع راسك واختفيتي. قالت والله يعني صار شغلات. المهم عذرتها رجعنا نسولف. قالت لي أنا جيتك وارد أقول لك في الشغلة. أنا ظليت أفكر بهالموضوع من سألتنا على البنية قلت له أوكي شنو هي الشغلة؟ قالت البنية اللي سألتنا عليها أنت. قلت له إيه؟ قالت أنا. شو سولف يعني شو أقولكم صار بي من قالت أنا والله بكيت يعني من الفرحة. قلت لها يعني أنت؟ قالت إيه. قلت لها خاف مو أنت؟ قالت لا والله أنا. المهم جيب الحكي ورد الحكي ظلينا ما ارتبط. قالت لي لا ما أقدر لأن أنا ما أعرفك أول شي وهذا يعني تعرفون البنية من يجي واحد يقول أنا أحبك ما تصدق بسرعة وخاصة يعني لا ما تعرف عنه فد شي. ظلنا ندور الشاقة ونضحك مدة. برا رجعتها بأسبوع قلت لها أنت عندك انستا؟ قالت إيه عندي. سحبت البرنامج الانستا ظلنا نسولف هناك ونشاقة سوالف وضحك. فقلت لها أريد أسمع صوتك أنا وهاي. المهم قالت لي إيه بس خلي يعني أهلي يطلعون وأنا أتصل عليك. قلت له أوكي. طلعوا أهلها اتصلت عليها اشتغلنا نسولف ونشاقة. المهم صار حكي بيناتنا هواي. قالت أنا ما ثقيت يعني ليش أخليها بجوابه خلنا نحكي كيان. قالت أنا ما ثقيت وما صدقت وأول مرة يشوفك. قلت له إيه صحيح. قلت له راح أذكرك فد موقف صار قدامك أنتي وظليت يعني شلون اللي صفنت بيه. قالت لي ذكرني. قلت له تتذكرين هذا اليوم اللي تحارش بيك بيه الوليد وتحاركنا أنا وياه وانت ظليت واقفة تباين علينا وتدور رحتي؟ قالت لي يعني هذا انت؟ قلت لها ايه انا. قالت لي زين شنو غايتك وتحاركيت ليش؟ قلت لها سراقة. قلت لها انا احبك وانا هيك سويت وانا هيك صار بي وانا هيك. المهم سولفت لها كل شي. ما ثقت. قلت لها زين شنو اللي اسوي حتى تثقين بانه انا احبك؟ قالت لي